السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم. اهلا بيكم في الحلقة التانية من كورس السوليد ووركس على قناة نوميركال، ومعاكم انا احمد حسن. ان شاء الله الحلقة ديت هنتكلم فيها عن الواجهة بتاعت البرنامج وكم امر صغيرين فيه وازاي نتحرك فيه، وهنعمل بارتين مع بعض. انا قلت لكم في المقدمه ان انا مش عايز استخدم الطريقه السلبيه بقى، ان انا اقعد اجيب امر واقعد اجيب الامر ده اقول لك الامر ده بيعمل كذا والامر ده بيعمل كذا والامر ده بيعمل كذا، عشان انا بحس ان الطريقه دي بتاخد وقت اكتر ورخمه غلسه كده، ما بتخلينيش ان انا اطلع بارتات بوقت اسرع، وما بحسش بانجاز بسرعه. يعني انا عايز ان انا احس ان انا اتعلمت حاجه، دي حاجه بتحفزني من جوايا، فبقدر ان انا ايه اكمل وابقى عايز اكمل واستمر في الموضوع. فان شاء الله هنبتدي ان احنا نتعرف على واجهة البرنامج كده وكم امر لازم نبقى عارفينهم، وبعد كده نعمل بارتين مع بعض في الحلقة ديت. وهنا بقى نبدأ نفتح البرنامج بتاعنا، وده واجهة البرنامج من بره وده شكله يعني. هندوس عليه دبل كليك وهو هيفتح معانا. هو بياخد وقت بس شوية. هنا اول ما البرنامج بيفتح معاك بتظهر دي القايمة معاك، وبيبقى شايف الحاجات اللي قدامك دي يعتبر المشاريع بتاعتك اللي انت عملتها قبل كده. وانت بالنسبة ان انت لسه منزل الابليكيشن وكده فمش هيظهر لك كده. وبعد كده عندك اول حاجة فوق دي البلان وده الاسمبلي. ودوت الدرونج البارت اللي احنا هنشتغل عليه، ده اول حاجة هنشتغل عليها عامة. هنشتغل عليه بقى من ناحية هنعمل عليه 2D و 3D. والاسمبلي هو اللي انا بعمل عليه اكتر من بارت، وبعد كده بقى ايه بجمعهم في الاسمبلي. و الدرونج هو اللي احنا قلنا عليه اشبه بالرسم الهندسي بتاع الكلية. فخلينا نخش كده وناخد نبذة عن الموضوع. ندوس دبل كليك على البارت. هو كده فتح القايمة دي قدامي، بس هي لسه ايوه كده فتحت. انا في الطبيعي لما باجي اعمل ارسم حاجه مثلا في البيت عندنا او حاجه، بعمل ايه؟ بجيب سكتش او كشكول، وبجيب من السكتش دوت بجيب قلم وبقعد ارسم. السكتش هنا في السوليد ووركس هو السكتش اللي فوق على الشمال ديت، ليه ايوه دي. وبعد كده بختار فيها في سكتش تانية اهيت، بختار جواها سكتش، فبيجيب لي اكتر من واجهة او اكتر من حاجة. بيجيب لي توب بلين وفرونت بلين وريجن بلين. خلينا مثلا نختار اي حاجة نشتغل عليها. اخترنا مثلا التوب بلين. هنا بالنسبة لي ظهر لي ده السكتش اللي قدامي. ايه النقطة الحمراء ديت؟ النقطة الحمراء ديت دي نقطة الاورجن بتاعتي، اللي هي النقطة المحورية اللي مجمعة ما بين التلات السكتشات، اللي هو او التلات محاور اللي احنا هنشتغل عليهم. اللي هو بالنسبة لي التوب بلين والفرونت بلين والريجن بلين. اللي هو بالنسبة لي يعني اكس واي وزد، دي النقطة اللي مجمعاهم. ماشي. الاقلام بقى، القلم بتاعي فين هنا في السوليد؟ القلم بتاعي هنا في السوليد فيه اقلام كتير. يعني عندي قلم خاص بالخطوط او باللاينات، وعندي قلم خاص بالدوائر، عندي قلم خاص بالساين ويف او الموجة او الميلان، عندي قلم خاص بالمربعات او او الاسطوانات، عندي قلم خاص بالكيرفات، عندي قلم خاص بالبيضاوي، عندي قلم خاص بالمسدس والثماني والسداسي وكده، عندي قلم خاص بالكيرفات. وانا نعرف الحاجات دي كلها مع بعض يعني. خلينا بس نبتدي كده نجرب اي حاجة او نعمل اي حاجة. ممكن ناخد اللاين ونبتدي مثلا عادي، ممكن نبتدي من اي مكان عادي. احنا خلينا بس نبتدي مع بعض كده من نقطة الاوريجين حتى. وانا اهو الخط بتاعي اقدر اعمله بكل سهولة، بس انا عايز الخط بتاعي دوت يبقى عدل او يكون واقف مظبوط او مفهوش نسبة ميل.
فبعمل ايه عشان اخليه مفهوش نسبة ميل؟ وانا واقف كده بيبقى قدامي علامة صفرة صغيرة وفيها خط. العلامة الصفرة الصغيرة اللي فيها الخط ديت هي ديت اللي بتثبت لي ان هو مفهوش ميل. طب ماشي. عندي بعد كده بعمل العمودي. اعرف منين ان هو عمودي؟ وانا واقف بيبقى جنب القلم تحت كده علامة صفرة وفيها علم عمود كده، فده بيثبت لي ان هو كده واقف عمودي او واقف بزاوية 90. عايز اسحب، هو بص انت لو خدت بالك ان القلم ما بيتسابش من المرحلة اللي بعدها. انا عايز اسيب القلم دوت. القلم ده مش هيتساب الا في حالة من الاتنين، يا اما انا اللي اسيبه بمزاجي، يا اما يقفل معايا حاجة. مش شرط يبقى مثلث او شرط يبقى حاجة، ممكن كده افناه. عايز امسحه مثلا، فهدوس عليه، وادوس ايه ديليت من الكيبورد. لا اما ادوس عليه وادوس كليك شمال وادوس ديليت من ايه، من الشريط اللي ظاهر لي دوت. طب ماشي، عايزين نجيب مثلا اللاين تاني ونعمل مثلا، خلينا نجيب اللاين وعملنا خط. الخط دوت عايزين نسيب القلم منه بقى ما يفضلش لازق، فبدوس كليك شمال وبدوس سيلكت، فكده سابه. خلينا نمسح ديت، ديليت. عاوزين بقى نقفل ديت نخليها مثلث مثلا، فهنختار القلم ونقف. اول ما نقف كده هنعرف منين ان هي لحمه معاها؟ هيديني نقطه صفرة جنبها كده فيها دوريتين جوا بعض، معنى كده ان انا واقف عند النقطه مظبوط او واقف لاحم ما بينها. عايز اقفلها بقى، عشان اقفلها برضو بيديني نفس النقطه على الخط بقى، في اي حته على الخط اول ما يبقى واقف عليه هيديني نفس النقطه. فبقف عليه واقفل زي ما انا عايز. هلاقي اللون بتاعها اغمق. المعنى ان اللون بتاعها اغمق ان دي ينفع تتحول معايا 3 دي او كده. ده بقى انا عايز بقى، انا مش عارف مقاسات الموضوع ده ايه ولا ايه. فهاجي عندي هنا هلاقي عندي الامر اللي بنقيس بيه. لو دوست عليه كليك وجيت انا كده يعتبر ماسك المسطره في ايدي، فلو دوست كده جيت على الحرف دوت، يعني بص جيت على الضلع دوت اهوت، وقمت دايس كليك وسحبت كده، اداني المقاس بتاعه اللي هو 69.65. فهدوس ايه كليك تاني، اداني ايه، اداني مثلا لو انا عايز اغير المقاس يعني ممكن نخليه 70 ودوس انتر، كده بقى 70. طب انا عايز افهم هو الوحدات اللي انا شغال بيها دي المفروض انا بظبطها. لو نزلت تحت خالص اهي، تحت خالص اهي، هدوس كده، دي الوحدات اللي انا هشتغل عليها. عندي مثلا الوحدة اللي احنا بنشتغل عليها في مصر او الوحدة العالمية عامة اللي هي ملي متر جرام في الثانية، اللي هي ديت. فانت تختار ديت. وعندك بقى حاجات تانية كتير، عندك اذا كان هتشتغل بالقدم او بالبوصة او بالذراع. فاحنا الوحدة العالمية اللي احنا بنشتغل عليها الملي متر، فيعني السبعين اللي احنا مستخدمينها ديت، السبعين دي عبارة عن ايه؟ عن 7 سنتي، اللي هي 70 ملي ب7 سنتي، مش الواحد سنتي في 10 ملي. فبالتالي احنا لسه ماسكين القلم اهو. لو عايزين بقى المسطرة لا مؤاخذة، لو عايزين بقى نقيس الدرع دوت، مثلا عايزينه يبقى طوله 10 سنتي، فاهو بدوس كليك وادوس 100، ده بقى 10 سنتي. فبالتالي دوت بقى ضلعه معروف، او يعني دوت انا مش هينفع ارفع له مقاس، بس ينفع اشوف مقاسه كام بكل سهولة. لو انا دوست عليه كده، سوري، اداني مقاسه مظبوط، بس ما ينفعش اغير فيه. مثلا احنا اتعلمنا الخط بقى، انا ينفع اعمل في الخط ده اكتر من امر عادي. طب في احنا ساعات بنبقى عايزين نعمل داش لاين. داش لاين ده عشان نعمله اقدر ادوس هنا كده كده. بص الخط اللي احنا شغالين عليه ده في جنبيه ايه سهم اهو، لو دوست عليه هيجيب لي 3 حاجات. ده الداش لاين اللي في النص. لو دوست عليه الخط اللي انا بعمله اهوت، ده كده خط مش مرئي، يعني ده خط دليل، خط داش لاين. وافك بسكيه زي ما انا عايز. مثلا عملت خط غلط زي ده اهوت وعايز امسحه، فبدوس عليه كده، بدوس عليه دوسه. وعندي بقى كذا امر، يعني ممكن ادوس عليه وادوس ديليت، وممكن ادوس عليه وادوس كليك شمال وادوس ديليت من هنا. ماشي.
طب احنا مثلا عايزين نبدأ في امر تاني عندي تحت خالص اللي هو الخط بس من النص. يعني ايه؟ يعني انا بص خدت بخط اهوت دايس كده، وانا بتحرك كده او كده، الخط بينقل معايا ايه، بيفرد من ناحيتين زي القطر كده اهو. ماشي. ما بينتهيش بقى الخط، بيفضل ماسك معايا لحد ما انا ايه، يا اقفله يا اسيبه. عشان اسيبه بعمل ايه، بدوس كليك شمال وادوس ايه، سيلكت. ماشي. لو عايزين مثلا نعمل دايرة، بص عندي امر السيركت فوق اهو. امر السيركت في امرين من حاجتين جواه. واحد اللي هو بنقطتين. يعني ايه بنقطتين؟ يعني بدوس كده وبيديني السنتر لاين بتاع الدايرة، وقوم جاي دايس كده، كده عمل لي الدايرة. عايز مثلا اشوف القطر بتاع الدايرة، وبدوس على ايه، على المسطرة بتاعتي، واقوم جاي على الدايرة ودايس كده، اداني الفاي بتاعتها 64. انا عايزها 65 مثلا، فبكتب 65 وادوس. مثلا لو عايزين نستخدم الدايرة ام 3 نقاط، هدوس على السهم اللي جنب الدايرة زي ما احنا بنستخدمها، وهدوس على الدايرة ام 3 نقاط، وهبتدي مثلا على النقطة دي أقوم دايس كده أول نقطة. تاني نقطة فهتبقى مثلا عندي هنا، عايز أدخل بقى المثلث جواها، فتالت نقطة هتبقى هنا. عمل لي دايرة بدليل 3 نقاط، عكس الدايرة ام ايه، بنقطتين. وهدوس صح عادي او هدوس سيلكت، هيسيب الدايرة عادي. مثلا احنا عملنا الكلام دوت، عايزين مثلا نعمل شكل بيضاوي. عندي هنا الشكل البيضاوي، لو دوست هنا هلاقي الشكل البيضاوي. فمثلا هنا هو معايا، فهدوس كده وهدوس كده، دي بيجيب لي عرض الايه، الدايرة بتاعته او عرضه. وبعد كده بدوس الدوسة التانية، عايز بقى يجيب ايه، السمك بتاعه يعني ده طوله، وهجيب عرضه بقى كده، جبت عرضه. خدتوا بالكم؟ بكل بساطة. وعايز ارفع المقاسات، فبرضه بنفس الطريقة ارفع مقاساته بالسكيل. عايز اعمل شكل مسدس او شكل مخمس او حاجة من الحاجات ديت، فبدوس عندي امر هنا، بدوس عليه دوت. هنا مكتوب عندي لو واخدين بالنا 6، فبالتالي الشكل اللي احنا بنعمله هيبقى شكل مسدس اهوت بقى، شكل مسدس. وبرفع مقاساته بكل سهولة. مثلا لو خليتها هنا 8، فالشكل اللي انا هعمله هيبقى ثماني. فبالتالي مثلا لو خليتها هنا 7 مثلا، فالشكل اللي هعمله هيبقى سباعي. فهي كده، هي الامر سهل يعني. فبعد كده نعتبر ان احنا خلصنا كل الحاجات ديت، احنا اتعلمنا 2 دي. نخرج بقى مثلا، او كده الكلام دوت احنا اتعلمنا كام امر مش لازميننا قوي. تعالوا مثلا نعمل فايل جديد. تعالوا بقى نتعلم هنا امر مثلا ال 3 دي. عايز اعمل امر بقى ايه، حاجه 3 دي. احنا قلنا اول ما بنخش على البرنامج بندوس سكتش، وبعد كده نختار سكتش، وبعد كده نختار اي واجهه هنشتغل عليها. فقلنا مثلا ان احنا هنشتغل على التوب بلان. افرض مثلا ان انا عايز اعمل دايره، هي الدايره، وبقف مثلا اهو، وقلنا هنعملها كده. قلنا مثلا الدايره اللي احنا هنعملها ديت مقاسها هيبقى، القطر بتاعها يبقى 10 سنتي، اللي هو المفروض 10 يبقى ايه، 100 ملي. عملته. عايز بقى ايه، اخر بعد ما عملتها كده بلغي ايه، الامر اللي انا ماسكه، يا اما من سيلكت يا اما بدوس عليه بلغيه. تمام. عايز بقى احولها على 3 دي، فبعمل ايه، بخش على فيتشر هنا، وبعد كده عندي امر فوق خالص اهو اسمه اكزام بارت، بدوس عليه بلاقي الشكل اتحول معايا 3 دي تلقائي. عندي سهم هنا، ده بشد بيه المنتج اكبره. ده لو عايز اكبره يدوي. اما الكلام اليدوي ده يعني مش هيبقى عندنا حلو قوي. احنا عايزين مثلا ان يبقى هنا ارفع مقاسه، مثلا عايزينه يبقى ارتفاع الاسطوانه ديت 10 سنتي. فباجي في الامر دوت وبدوس المسافه اللي انا عايزها، اللي هي مثلا 10 سنتي اللي هي 100، فبكتب 100 وبدوس انتر، فبقى ارتفاعها ايه، 100، اللي هي 10 سنتي اللي هي 100 مللي.
مثلا لو انا عايزها تكبر من تحت، فبدوس، شايفين عندي ديت اهي اللي هي السهمين دول، بدوس عليه فكبرت لتحت. العكس اهي، بدوس صح فبقى معايا كده الشكل ايه 3D بكل بساطة. شفت سهلة ازاي؟ ماشي. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. ماشي، يعتبر بقى ان انا عايز اعمل خرم جوه ديت او اخليها هول مجوفة، فباجي مثلا عايز اخد سكتش بقى، اعمل سكتش رسم على القرصة ديت او على راس الاسطوانة ديت، فبدوس عليها كده وبيجي لي عندي الامر ده اسمه سكتش اهو، اهو ظاهر اهو، بدوس عليه فجالي دوت على شكل سكتش، وانا بادئ من نقطة الاوريجن عامل الدايرة، فنقطة الاوريجن جاية في النص اهي، فمثلا عايز اخليها هول، فباجي هنا بختار الدايرة مثلا اللي انا هشتغل بيها، وقفت اهوت، مثلا اخلي الدايرة اللي جوه دي 70 اللي هي 7 سنتي يعني، فخليتها 70 ودوست انتر. بعد كده عايز اسيب دوت، يا بدوس صح يا بدوس ايه كليك شمال، وبعمل الامر اللي بيشيلها لي. بعد كده عايز بقى اشيل الحته اللي في النص دي، فبعمل ايه؟ عندي هنا امر اسمه ايه اكسبت كات، اللي هو دوت لو دوست عليه عمل لها كات. الكات بتاعي دوت انا ممكن احدده اخليه مثلا مش كلها مش كامله مش عارف ايه، بس انا ممكن مختار هنا، مش انا عارف ان ده ارتفاعه 100، ده ارتفاعه 100، فممكن مختار هنا 100، فكده ايه هيتجوف للاخر. بس في امر اسهل من كده، لو انا دوست هنا كده ودوست ايه ذا اللو بارت دوت، بينزل لاخر البارت، بيجيب اخر البارت اللي معايا من اوله لاخره، وبدوس صح هلاقي ان الشكل معايا بقى ايه مجوف. يعتبر ان انا مش شايفها صح او عاوز اشوفها مثلا مقشرة عشان او اعمل قطاع فيها، فلو دوست هنا عندي على القطاع ده كده هو عمل لي قطاع فيها بكل سهولة. عايز بقى اشوفها وهي بتتبني او اشوف اللحمية بتاعها السمك بتاعها، عايز مثلا ابدل البارت اعمل لها اجزام من فوق او بارت من فوق كده بكل سهولة. الامر ده عشان اسيبه بص هدوس على غلط عندي هنا، فبالتالي البارت اللي انا عملته اهوت بكل سهولة. تعالوا بقى نتعلم نعمل بارت جديد مع بعض او نعمل حاجة جديدة مع بعض. تعالوا مثلا نعمل الشكل دوت، ده شكل بسيط جدا وسهل والمفروض باللي احنا اتعلمناه دلوقتي دوت ان احنا نقدر نعمله بكل سهولة. طب ايه اللي احنا المفروض نبص عليه اول ما نخش على اي شكل؟ ابص على المقاسات واشوف ايه اللي ناقص وايه اللي يتعمل باسهل طريقة. يعني بالنسبة لنا ده يبقى الشكل ال3D بتاعها او الايزومتريك بتاعها، ودي المقاسات بتاعتي. طب ماشي، انا هنا لو بصيت الاقي ان هي دايرة كبيرة، الدايرة الكبيرة ديت قطرها 80 صح، وفيها تلات قطب. طب ماشي، عايزين نعمل الدايرة الكبيرة ديت هنعملها ازاي؟ هنعملها بالامر اللي احنا خدناه بتاع السيركت. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت؟ تعالى نخش هنا على السوليد وركس، وتعالى مثلا نعمل امر جديد، نعمل صفحة جديدة. فممكن عندي ان انا ادوس هنا في بص سكتش فوق اهو اللي هو نيو، وبعدين ايه ومختار من نيو بارت جديد اكني عملت ملف جديد، ودوست عليه دوستين دخلني على البارت الجديد. قلنا اول ما بنخش بندوس ايه سكتش، وبنختار سكتش وبنختار اي صفحة او اي مكان نشتغل عليه. احنا قلنا الشكل بتاعنا هيبقى اهوت، دي عبارة عن دايرة كبيرة قطرها 80. طب تعالوا نعملها تاتا او خطوة خطوة. دوست اهيت، نخترع مثلا هي الدايرة جت صغيرة بس، واكتب مقاسها اللي هو 80 اهي الدايرة بتاعتي بقت دي دايرة 80. طب تيجي نبص تاني الدايرة ال80 ديت ايه اللي تاني فيها
ده انا عندي كيرف كده، كيرف اهوت نص دايره من السنتر لاين لحد الكيرف دوت ار14 دايره داخليه. فبدوس عندي على السيركت بتاعتي وبدوس هنا عشان اتاكد ان هي في الاوريجين ولا لا، بلاقي مديني علامه صفرا وفيها دايرتين جوه بعض، فبعرف ان انا كده واقف على نقطه الاوريجين بالظبط. فبدوس انتر او كليك وايه بسحب كده. عشان اسحب واشوف القطر بتاعي بكتب القطر بتاعي بقى. بكتب القطر بتاعي ازاي؟ ممكن وانا كده، مش لازم اجيب بقى اعمل اي دايره وبعدين اقوم رافع المقاس، لا ممكن وانا كده عشان نسرع حركتي قوم كاتب القطر بتاعي. احنا قلنا كان مدينا ار14، الار نص القطر، يبقى القطر كله كام؟ 28. انا ممكن بقى عندي على الكيبورد اقوم كاتب 28 وادوس انتر، فعمل لي الدايره بتاعتي اللي احنا كنا عايزين نعملها اللي هي ديت. بعد كده احنا عندنا في امتداد واخد من حرف الدايرة لحد الاخر، وامتداد واخد من حرف الدايرة لحد الاخر. تعالوا نعملها. انا ممكن بقى ايه الامر دوت عشان اخد امر القلم او الخط اللاين اللي انا كنت واخده، وهقف هنا عندي بص النقطة ديت اللي هي مماس معاه، فاقوم واخد نقطة كده وساحبها كده لحد قلنا ايه، لحد ما يبقى يخبط في دوت. ونتأكد منين بقى ان هو مستقيم؟ لو بصينا كده هنلاقيه مديني في شريط علامة صفرة، مديني 3 حاجات. اول حاجة دايرة وعليها مماس، معنى كده ان هو بيقول لي ان حرف الخط دوت واخد مماس مع الدايرة، وجنبها شرطة دي بتقول لي ان الخط دوت عمودي او عدل يعني، ونقطة جايبالي 3 نقط في بعض كده، نقطة كده وفيها 3 فروع، دي بيقول لي ان هو قاطع مع الدايرة. فلو دوست صح فكده قطع. انا بدوس بقى ايه دي مش عايزها، يعني انا مش عايز اوصل دي بدي، فهدوس كليك وادوس سيلكت. عايز اعمل بقى ايه خط تاني تحت، فبدوس على اللاين واقوم عامله نفس ما عملت اللي فوق اهو، وادوس سيلكت. عايز بقى الحتتين دي ودي عندي مش موجودين، المفروض يبقوا مش موجودين. فعندي هنا فوق لو بصيت هلاقي امر اسمه تريمب 8. الامر دوت انا لو خدته اعمل زي المقص، لو وقفت هنا كده هلاقي الحته دي لونها اتغير شويه معايا، ودوست كليك لقيتها اتشالت. ولو وقفت على ديت مش دي عايز اشيلها، وقفت عليها دوست كليك لقيتها اتشالت. يبقى انا ناقصني ايه في الشكل بتاعي اللي انا مطلوب مني؟ ناقصني ال4 طوب دول. طب ال3 طوب دول سوري، التلات طوب دول هنا قايل لي مقاسهم كام؟ قايل لي قطرهم 3 في ايه؟ في 10، ومديني من السنتر لاين لفوق للسنتر لاين بتاعها برضو 10 28. فتعالوا نعمل مثلا السنتر لاين. احنا مش قلنا لو عايزين سنتر لاين ندوس هنا على لاين ونختار سنتر لاين كده ماشي. طب انا عايز اخد ايه خط عمودي كده اهوت، ده كده للسنتر لاين. اتاكد منين انه عمودي مش واخد زاويه؟ وانا بعد كده هلاقيه مديني ايه امر جا علامه صفراء فيها ان هو عمودي او واقف مظبوط، يبقى صح كده. وانا مش عايز الايه البتاعه دي تبقى واصله بيها فبغيرها. ممكن ان انا اعمل حاجه تاني برضو، يعني انا ممكن ادوس كده ده خد خط معايا خط عادي، واقوم عامل مثلا خط اهوت انا عملته بقى خلاص، انا ايه عملته اهوت. عايز بقى احوله سنتر لاين بعد ما عملته او احوله داش لاين، فبدوس عليه وفي امر هنا عندي سهمين رايحين هما، ده ينفع بسهوله جدا اعمل ايه ادوس عليه هلاقيه عم محولها لي ايه داش لاين او سنتر لاين. بعد كده احنا قلنا من السنتر من النقطه بتاعت الاوريجين هنا كان مديني 28، فتعالى نعملها بالمسطره كده. فاقوم واخد من هنا النقطه ديت لهنا واقوم دايس عليه كده وساحب كده واقوم كاتب 28 وادوس انتر، لقيته عملها لي ايه 28 بكل سهوله جدا. فكده انا عملت ايه عملت دوت. عايز واحد اخد ناحيه ايه لتحت، ممكن نعمل ايه
بدون اي اوامر. احنا ممكن مختارينها تاني، او ليه نختارها؟ ما احنا عندنا امر اسمه ميرور، ممكن نعملها بامر ميرور. امر الميرور دوت ممكن نعمل له سنتر لاين هنا بكل سهولة في النص بالظبط. ماشي، انا عملت له امر نص بالظبط. فبعد كده بخش على الميرور بتاعي، وبعد وانا في جوه الميرور بتاعي لو دوست هنا على اللي انا عايز اعكسه من الناحيه التانيه اهوت واهوت، دول عايزهم يتعكسوا من الناحيه التانيه. طب هتعكسوا ازاي او من انهي جنب؟ فلو دوست على الامر دوت او الخانه دي بختار منها يتعكس من انهي ناحيه. لو دوست هنا لقيته اتعكس هنا تلقائي. فبعد كده ادوس ايه؟ ادوس صح، فبقى معايا السنترين لاين بتوع الدايره بتوعي. فما اجي مثلا هنا قوم دايس كده واحد عند السيركت، وقوم جاي هنا في الاوريجين وعامل كده. احنا قلنا الدايره بتاعتنا دي القطر بتاعها كان ايه؟ 10. يبقى لو دوست كده 10 ودوست اوك اتعملت. ينفع اعملها بالميرور؟ ينفع اعملها بالميرور. طب ازاي؟ لو دوست ميرور اهوت، وهنا انا مختار الدايره اهيت فظهرت معايا هنا، وبعدين قمت دايس هنا ومختار ايه؟ السنتر او الخط اللي هيعكس لي عليه، قام عاكسها لي. شفتوا كل سهله ازاي؟ سهله هي. طب اللي هنا دي هنعملها ازاي؟ لينا اكتر من طريقه، بس احنا هنختار اسهل طريقه اللي هي هنعمل بيها سنتر لاين بكل سهوله هيت. ماشي، احنا قلنا عندنا نقطه اوريجين هنا هي. هنعمل مثلا خط كده، عايزين بقى الخط دوت، الخط من هنا للسنتر كان ليه مسافة مدهاني اللي هي 28. طب ما تيجي نعملها. هناخد المسطرة وندوس على اي حاجة في الاوريجين او نقطة الاوريجين، ومن هنا واكتب هنا 28 وادوس انتر. اتعملت بقى معايا السنتر بتاع ديت. قوم دايس على السيركت بتاعتي وواقف في النقطة ديت ودايس هنا، قلنا دي 10. فكده يتعمل معايا الشكل 2D. كده انا خلصت يعتبر الشكل 2D. قلنا عايزين نحوله او نعمل له اجزام لل 3D، فقلنا بنروح لايه؟ للامر بتاع اجزام بارت، وادوس على اجزام بارت اهيت. فبقى يحولها لي ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. 3D تلقائي. انا عايز اتاكد بقى ان انا السمك بتاعي هرفعه كام. فباجي هنا بص الاقي كاتب لي هنا ان السمك كام؟ 5. ماشي، يبقى نروح هنا ونختار ايه؟ هنا 5 وادوس انتر فخليها لي 5. لو عايز ابص عليه بدوس على البقرة بتاعت الماوس وببتدي احرك بكل سهولة اهيت. شفت الشكل بتاعي وخلاص، مش فيهوش اي مشكلة. ادوس على صح، البارت بتاعي اتعمل بكل ايه؟ سهولة. يبقى احنا كده عملنا اول ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ ماشي، تيجي نتعلم بارت كمان. ماشي، طب تعالى نتعلم البارت مثلا دوت بارت. انت ممكن تحسه ان هو في فكرة شوية، بس هو بسيط جدا كمان، ونقدر نتعمله بكل سهولة. طب احنا عايزين قبل ما نشتغل نفكر هنشتغله منين؟ هنبتدي ازاي؟ هنروح فين؟ طب انا ممكن ابتدي بده صح كده؟ مش انا ممكن اقوم عامل مربع كده 100 مستطيل 100 في 120، وبعد كده اقوم عامل له كيرف كده، وعامل له البيضاوي اللي في النص دوت، وعامل له كيرف كده، وبعدين اقوم عامل ايه؟ اقوم عامل عليه حته هنا سكتش زي ما اتعلمنا نعمل سكتش هنا ونرفعه بالارتفاع دوت اللي هو من هنا اللي هو دوت 50. طب 50 ديت انا هعمل قيمة 20 ديت، يبقى الحتة ديت 30. فاقوم رافع دوت 30، وبعدين اقوم باصص له كده واعمل له بيضاوي هنا واعمل له كيرفين هنا. طب ايه رأيك تخش تجرب تعمله انت قبل ما انا اخش اعمله؟ يلا خش انت جرب تعمله مع نفسك، وانا ايه اعمله هنا ونشوف ايه هتقدر تعمله ولا لا. او لو في حاجة عطلت فاحنا برضو بنشرحه وبنعمله. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. قلنا عشان نفتح بارت جديد واحنا جوه من غير ما نخرج بدوس هنا ايه على نيو وهدوس على بارت.
هفتح لي ايه؟ الصفحة جديدة، اهو بدوس سكتش وبختار من السكتش، اختار مثلا توب ليل. احنا قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل 100، هنبتدي كده مثلا، هنبتدي 100 في 120. طب ما تيجي نعمل دوت. طب احنا عندنا امر المربع دوت، امر سهل جدا، ممكن ندوس عليه كده وندوس في اي نقطتين، اي نقطتين اهمت يديني مربع. عايز ارفع مقاسه بقى، قلنا هدوس على المسطرة مثلا من الحرف دوت، هدوس هنا، احنا قلنا ده كام؟ 120 120 وادوس انتر. وقلنا في كام؟ كان في 100 في 100 وادوس انتر. طب ماشي. طب احنا نرجع للرسمة التانية، كان الكيرف اللي بره دوت مديني 2 في 30 ار 30، يعني الكيرف اللي جوه دوت، الكيرف اللي بره دوت 30 ار، يعني الفاي بتاعته كام؟ الفاي بتاعته 60. احنا كده كده مش هتفرق معانا الفاي بتاعته، احنا عندنا امر سهل مسهل علينا الدنيا. لو دوست هنا اهو الامر هو دوت، ده بيعمل كيرفات في الحرف، واجي ادوس هنا على الحرف، دوست عليه، انا كاتب لي المقاس هنا، المقاس دوت اللي كاتبه لي ده ار، انا كنت محتاج الار بتاعتي كام؟ كان قايل لي 30، قوم كاتب 30 وادوس انتر، عملها لي. وكان عندي كيرف تاني ايه الناحيه ديت، فلو دوست هنا لقيته عمله لي بكل سهوله، فبدوس صح فقصها لي منه لنفسه. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ السوليد بيحاول يسهل عليك الدنيا مش يعقدها لك. ممكن بقى نخش نشوف البيضاوي اللي جوه دوت هنعمله ازاي. فكر كده. طب بص، انا عندي 30 هنا اهيت، ماشي، 30 دي وخد لها سنتر لاين بعدها، يعني بعد ال 30 دي خد سنتر لاين كده، وبعد كده خد ايه؟ خط ايه فيها كده. الخط دوت خده ازاي؟ خده من 70 من الظهر. طب ما تيجي نعمل كده اهوت، قمت دايس هنا، اخترت السنتر لاين بتاعي، وقمت جاي مثلا عامل خط هنا عشوائي، بس اتأكدت ان هو ايه؟ ان هو مستقيم. وقمت ايه؟ عامل سيلكت ليه، وقمت قايس كده وعامل خط هنا عشوائي، واتأكدت ان هو مستقيم، وقمت عامل سيلكت ليه، وقمت مختار خط تاني عشوائي، وقمت عامله هنا كده، واتأكدت ان هو عمودي، اتأكدت ان هو عمودي، وعامل سيلكت ليه. بس هنا انت لو لاحظت بقى ان ده داش لاين، ودول انا عملتهم مش داش لاين، بس احنا قلنا ان احنا لو دوسنا كده وعملنا كده هيتحول لداش لاين بكل سهولة، صح كده؟ صح. طب احنا كان عندنا المقاس من هنا لهنا 30، لو دوسنا على المسطرة ودخلنا دوسنا من هنا لهنا واخترنا 30 ودوست انتر، اتعملت بكل سهولة. ولو دوست من هنا، عندي من هنا لهنا كان مديني 60، فانا قمت عاملها 60 وهي جت مظبوطة. يعني عندي كان قايل ايه تاني؟ كان قايل من ورا خالص لحد تاني ده 70، فتعالى واحنا واقفين هنختار من ورا خالص اهوت لحد دوت كام؟ قلنا 70، يبقى 70 اهي جت بكل سهولة. طب ماشي، انا عملتهم، هعمل بقى الشكل اللي جوه ده ازاي؟ السوليد برضو مسهل علينا وعامل لنا امر سهل جدا يسهل علينا الحتة ديت. بس الاول نشوف المقاس بتاعها، المقاس بتاعها ار 15. طب ما تيجي نعملها بقى. شوف في امر عندي تحت اهوت، لو دوست عليه كده هلاقيه بيقدر يعمل لي الاشكال ديت، الشكل اللي هو مستطيل فيه كيرفين من فوق دوت بكل سهوله. بس انا بختار له السنتر لاين بتاع الدايرتين، مش انا عامل السنتر لاين بتاع الكيرفين اللي هو ده وده. طب انا لو جيت عند ده ودوست كده انتر، وبعدين قلت جيت عند التاني ودوست انتر وبعمل كده، احنا اوبا اتعملت. بس انا كنت مقاسها كام؟ كان مقاسها 15. كان 15 ار ولا 5؟ كان 15 ار، بس تيجي نتأكد اهي 15 ار. يبقى الفاي بتاعتي كام؟ الفاي بتاعتي 30، فلو انا اخترت 30 ودوست انتر هلاقيها اتعملت معايا. يبقى انا كده بالنسبة لي خلصت الشكل من كده،
انا عايز اعمل له اجزام بقى، ان انا ارفعه اخليها مثلا ايه القاعده دي كده كده. طب هي ارتفاعها ده هيبقى كام؟ هيبقى 20 اهي. طب ما تيجي نعملها. احنا قلنا هنعمل ايه؟ هتدوس على فرام وادوس على اجزام، اتعملت. هنا كاتب لي ان هو عاملها 10، انا اقول له لا انا عايزها 20 وادوس انتر، اتعملت معايا 20 اهي. هدوس ايه؟ هدوس صح. فكده اتعملت. ناقصها ايه؟ ناقصها القطعه ديت او الحته البارزه ديت. طب انا عملت ال 20 ديت، الحته ديت ارتفاعها اهو 30، اللي هي من هنا 20 دي كلها 50 ودي 20 يبقى 30، وهو كاتبها لي هنا 30. طب ماشي، هنعملها. طيب احسن طريقه نعملها بيها ايه؟ احنا ممكن نعملها من الظهر دوت. يعني ايه؟ يعني نيجي هنا كده اهوت. انا بحرك، قلنا ازاي؟ من البقره بدوس عليها وببتدي احرك بكل سهوله. هدوس هنا كده واقوم عامل سكتش. بسيطه ازاي؟ عايز بقى اعمل هنا، ممكن نعملها زي ما عملنا التانية، بس نعملها على الواقف. يعني ايه؟ نعمل مستطيل اهوت، ارتفاعه ايه؟ ارتفاعه قلنا 50 لحد ما يتقاطع مع دوت اهوت، يبقى معاه على نفس الايه؟ التتر بتاعه. طب احنا ازاي طيب هنخليه على نفس التتر؟ طب نوقف كده في اي حاجه، بص خليه اصغر منه. طب احنا قلنا ان الحته دي كلها 120 صح؟ طب انا لو كتبت 120 اللي هيحصل؟ هلاقيها عملت ظبطت نفسها تلقائي. طب ولو جبت من هنا دي، احنا قلنا الحته دي ارتفاعها كام؟ 50. لو دوست 50 هلاقيها ارتفعت تلقائي. طب احنا عندنا بقى قلنا ايه تاني؟ قلنا عندنا في كيرفين هنا هم. الكيرفين دول من ايه؟ 20 ار 20. ماشي، تعالى نعمله. قلنا الامر اهوت، لو دوست عليه ودوست هنا كده ودوست هنا كده هيعملها بكل سهولة. بس دي المفروض عندنا كام؟ 20. فهخليها 20 وادوس انتر، الاقيها عملها لي بكل سهولة، وادوس صح عشان اسيبها. طب ماشي، انا عندي ايه؟ في بيضاوي هنا صغير، اعمله ازاي البيضاوي ده؟ طب بص، تعال نبص كده. هو مديني من قاعدة تحت خالص اهو 30 للسنتر لاين بتاعها، صح كده؟ مديني ايه؟ 30 للسنتر لاين بتاعها، ومديني من السنتر لاين العمودي 20 من هنا و80 من هنا، يعني 20 من هنا و20 من هنا. طب ما تيجي نعمل دوت. او عملنا دوت، احنا قلنا نختار ايه؟ الداش لاين بتاعنا او السنتر لاين بتاعنا، وعملته كده اهو. عندي سنتر لاين تاني، 2 تاني، واحد هنا اهو، عندي واحد هنا اهو. طب احنا قلنا المقاس بتاعه ده من تحت خالص 30 صح كده؟ طبعا هنختار المسطرة وادوس من هنا لهنا كده، بقى ده 30 وجت تلقائي. ماشي، قلنا من هنا لهنا 20، وتعالى نختار ده من هنا لهنا ونخليها 20. ماشي، تعالى نخلي دي 20 اهي، بكل سهولة زي ما اتعلمنا. وهختار بقى ان انا عايز اعمل البيضاوي بتاعي اللي هو دوت كده. طب دوت كان الار بتاعته 6، يبقى الفاي بتاعته كام؟ الفار بتاعته 12. تعالى انا جبت السنترين لاين بتوعه، اختاره من هنا اهوت، وواقف من عند السنتر لاين واختار الفاي بتاعته كام. زي ما قلنا اسحب كده لقيت طلع معايا الفاي بتاعته كانت 12، وندايس 12 وادوس صح او انتر. فكده اتعملت. ايه اللي ناقصني تاني؟ عايز بقى احولها 3 دي، فبخش ادوس اجزام. دوست اجزام. بصوا بقى، دي لو طلعت من هنا ايه اللي هيحصل؟ هتكبر معايا عن المقاس المطلوب. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ كنا قايلين ان احنا لو دوسنا كده هتتعكس لجوه، فبصوا اتعكست دخلت جواها ازاي. فكده اتعملت
طب السمك بتاع ديت كام؟ قلنا السمك بتاع ديت كان 20. فنرجع تاني، هو عاملينه 20 اهو، وندوس صح. يبقى احنا كده خلصنا الجزئية بتاعتنا او الحتة بتاعتنا زي ما هي كانت مطلوبة مننا. يبقى احنا عملنا النهاردة دي ودي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وطلعتوا باكتر كم مفيد، وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية. ولو حد ليه اي استفسار عن اي حاجة يقدر يعملها، يقدر يبعت لنا، وان شاء الله نقدر نرد عليه. ولو حد عايز ينفذ حاجة في دماغه ممكن يبعتها وننفذها سوا برضه، ومفيش اي مشكلة ومفيش اي فرق. واتمنى ليكم افادة ان شاء الله، وان انتوا تكونوا استفدتوا باكتر كم ممكن. واستنوا الحلقة الجاية ان شاء الله.